مساء الخير خواتاتي العزيزات، جيت نحكي لكم حكايتي. مرة دخلت لوحد الحانوت للملابس الداخلية، لقيته داير وحدة الريحة طيبة قوية، غير كيما دخلت من الباب التصقتني في عبايتي للاحتباس الحراري العاصرة لأطهر عرق كريه. وكيفاش ندير؟ شديت ديريكت واحد سترينج الأول اللي جابين عنيا وخديته، قلت معليش نقيسه ودخلت لغرفة القياس. قسته بالمقلوب، هذاك الخيط درته للأمامية تاع الحلال، وهذيك الفرمجة المثلثة درتها للخلفية تاع الحرام، وجاني سواسوة. وبعدها استغليت روحي هناك، نحيت بالخفض قشيري وتغوطت شوية عليه ومسحت به لداخل عبايتي، كسرت هذيك الريحة الطيبة، استرديت عفتي وشرفي بالريحة الكريهة وجمعته في صاك وخرجت، خلصت مول الحانوت فداك سترينج ورجعت للدار ماشي زانية. وهذا الحكاية كان نصيحة لأي وحدة بلاك تطيح في نفس الكاتاعي، تعرف كيفاش تتصرف، خاطرش كثروا أعداء العفة يصنعون الصابون المعطر، ولازم تكوني ماكرة كيفي. صدقوني جامي اغتسلت كيلوطاتي إلا بالماء لوحده ولا نتيممهم بالحجر. ومين نشري شكسوة جديدة تجي معطرة ما نلبسهاش حتى نمسيها 24 ساعة كاملة في بدون الزبل الخانز، حشاكم فيها باش نتأكد منها. وباقي نقولكم بسلامة عليكم.